كتير بنلاقي حد بيشتكي انه قابل شخص نرجسي او انه تعرض لاساءه من شخص عدو المجتمع. اللي انا عايز اقوله لكم النهارده ان اضطرابات الشخصيه بالشكل ده اتلغت من سنه 2022، يعني من 4 سنوات، وان دلوقتي اضطرابات الشخصيه بقى ليها تقسيمه جديده وشكل جديد. لو عايزين تعرفوا ايه الجديد في تشخيص وعلاج الاضطرابات الشخصيه، انا الدكتور محمود الحبيبي، استاذ الطب النفسي في جامعه عين شمس، وهنتكلم النهارده عن اضطرابات الشخصيه. من زمان واضطرابات الشخصيه بتتشخص على انها جزء منعزل، كل اضطراب شخصيه غير التاني، ده شخصيه نرجسيه، ده شخصيه اعتماديه. ومع الوقت اصبحت هذه التشخيصات اهانه اكتر منها تشخيص. والاهم من ده ان اللي بيحصل حقيقي ان مفيش حد بيبقى عليه كل الصفات تقريبا بتاعت اضطرابات الشخصيه دي، واصبحت الناس بتوصف بعض باضطرابات الشخصيه اكتر ما هي بتتعالج منها. يعني واحده تدخل في علاقه سامه تقول لك اصل خطيبي نرجسي، او واحد يبقى مديره مطلع عينه في الشغل يقول لك اصل هو عنده مشكله الانا. وهنا اول حاجه عايزين نتكلم فيها النهارده، ان لو في حد بيضايقك او حد شايف ان هو عامل معاك مشاكل، مش لازم يكون له تشخيص. الاغلب الاعم من المرضى النفسيين واللي بيعانوا من اضطرابات نفسيه مش بيأذوا حد، لا جسديا ولا لفظيا. فلو في حد مضايقك هو بكل بساطه شخص عنده مشاكل بيطلعها عليك، لكنه ما عندوش مشكله نفسيه.